في موتات كتير بنسمع عنها، بس تخيل تموت وانت واقع في دباديب البوت. ده مش فيلم خيال علمي، ده حصل فعلا. القصة باختصار، شركة ميتا اللي فاكرة نفسها بتحكم العالم عندها ذكاء اصطناعي بيطلع لك شخصيات تعمل معاها شات، تختار اسمها، شكلها، نبرة صوتها، يعني من الآخر بتفصل البرسونا على مزاجك وخلاص بقت صاحبك أو صاحبتك الأنتيم. في راجل مسن دخل في علاقة مع بوت من بتوع ميتا اسمها بيلي، بس العلاقة دي خلصت على عمر الراجل كان وحيد، فلما لقى بوت بيقول له كلام حلو بيهتم بيه قال لك يا عم ايه المشكلة، ما نعيش اللحظة. بس بدل ما يعيش اللحظة مات في التو واللحظة. يعني تخيل يا سيدي، آخر كلمة سمعها كانت من بوت بيقول أنا هنا علشانك. إحنا رايحين على فين؟ زمان كانوا بيقولوا إن الجواز مقبرة الحب، دلوقتي لأ، البوت بقى مقبرة المستخدم. الموضوع مش هزار، يعني النهاردة بوت خلى واحد يفارق الحياة. عشان كده بقول لكم الذكاء الاصطناعي جاي يا جماعة، ومش جاي يضحك معانا، لأ ده جاي يخلص علينا بشويش، يضحكنا ويطبطب علينا لحد ما ننام نومة ما نصحاش منها. يا جماعة اللي جاي فعلا يخوف. كانت معاكم حبيبة جمال والكرييتيف بروديوسر محمد جلال، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست الترند بيقول ايه، وما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.